السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. يلا بقى انتوا وهي قوموا في الجو البرد اللي احنا قاعدين فيه دوت علشان بقى تعملوا احلى بوريك بالجبنة للاطفال. قوموا يلا انتوا وهي، ما تكسلوش. انا عارفة ان الجو برد ومحتاج حاجة تدفينا كده، مع كوباية شاي بلبن او كوباية شاي كده بعد ما بين الغدا والعشاء بقى كده، اللي انتوا تتسلوا بقى كده، او تحطيه في اللانش بوكس بتاع الاطفال في المدارس. تعملي وصفة خطيرة وجميلة جدا، هتوفر لك معاكي كتير جدا، والكمية رهيبة جدا. بصراحة بوريك الأفران هتعمليه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة. بوريك بالجبنة أحلى بوريك ممكن تشوفوه وتاكلوه في حياتكم. بصراحة الطريقة سهلة وبسيطة ومش هتاخد منك أي وقت خالص، وهتعجبكم كويس جدا جدا. بس قبل ما نبدأ الطريقة، لو بتشوفوني ما تنسوش تعملوا اللايك لايك 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 واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد عن القناة بتاعتي. وعايزاكم اللي انتوا تستمروا في الفيديو للآخر عشان تشوفوا كل التكات والحركات. ودلوقتي بقى نروح نشوف الطريقة والمقادير بتاعتنا. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا هنا كيلو من الدقيق، عندنا معلقه كبيره من البودر، ومعلقه سكر، ومعلقه خميره، ومعلقه خل، ومعلقه من الصلصه، وربع كوب من الزيت، زيت ذره، وعندنا كوبايتين زبادي، وعندنا كوبايه وربع من اللبن، وعندنا ملح. واول حاجه هنعملها بقى الخميره. هنجيب بقى الخميره بتاعتنا، معلقه الخميره على معلقه السكر، ونحط عليها شويه من اللبن الدافي، ونقلبوها بقى ونسيبوها على جنب كده عشان ايه؟ تتفاعل كده مع بعضها. ونجيبوا بقى العجان بتاعنا. لو انت عندك العجان، ما عندكيش اعجني على ايدك عادي خالص، بصي ما فيش اي مشكله. اول حاجه بقى هننزل بالدقيق كده، ولازم الدقيق يكون منخول قبل ما الاستعمال. ونضيف بقى عليه البودر والمعلقه الصلصه، وما تقلقش من الصلصه خالص، بالعكس هتدي لون البوريك اللي انتوا حابينه واللي انتوا متعودين عليه اهو. وبعد كده بقى ايه؟ هقوم ايه واخده بقى ايه تقليبه كده. وما تنسيش الملح. شوفوا انا كنت هنسى الملح اهو، اوعي تنسي الملح. رشه كده من الملح، رشه بسيطه كده، يعني ربع معلقه صغيره. وابدا بقى اقلب كل المكونات الجافه دي كلها كده مع بعضها اهو. وبعد ما قلبت بقى كل حاجه كده، ابدا بقى ايه؟ انزل بقى ببقيه المكونات بتاعتنا. انزل بكوبايتين الزبادي اهو، ولازم الزبادي. وبعدين هنزل بقى ايه؟ يعني نقلبوه بقى، نقفل بقى العجان كده ونقلبوه تقليبه كده. هننزل بحاجه حاجه من بقى الايه اللي هي المكونات بتاعتنا التانية اللي هتساعدنا على العجن. وبعد كده هنزل بقى بربع كوبايه من الزيت الذره، والمعلقه الخل كده تمام. او كل بقيه المكونات ننزل بيها بقى. ادي الخميره بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله. شوفوا بدات تتفاعل معانا وتفور زي ما انتم شايفين كده. ابدا انزل بيها، يبقى هي كده الخميره بتاعتنا ناجحه ومتفاعله اهو. ودلوقتي بقى بعد ما حطيت بقى الخميره كده، هبدا بقى انزل بقى العجان وابدا اعجن بقى. وهنبدا بقى ايه؟ ننزل باللبن بتاعنا شويه شويه. وعايزه اقول لكم حاجه، انا قايله لكم في المقدار. ممكن اللبن يكون يعني ايه كوبايه وربع من اللبن الدافي، لا ممكن على فكره ياخد اقل كده حسب الدقيق معاكي وحسب نوعه كده. واول ما تحسي ان العجينه بدات تلمي معاكي كده بعد ما تنزلي باللبن شويه شويه، يبقى هي كده العجينه مظبوطه. هتحسي ان هي ايه؟ ملزقه شويه كده، يعني ما بتبقاش ايه يعني، لا لازم يبقى فيها تلزقه شويه كده. دي نجاح العجينه بتاعه البريك بتاعنا. وعلى فكره لو ما عندكيش لبن، ممكن تستعملي ميه دافيه عادي خالص. عندك لبن رايب استعمليه، كله زي الفل. ودلوقتي بقى ادي العجينه بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفينها كده، بسم الله ما شاء الله. شوفوا بقى، انا عايزه اوريها لكم بقى كده، هي تشوفوها عامله ازاي. شوفوا طريه ازاي، شوفوا جميله جميله يعني. ودلوقتي بقى هنحط عليها شويه زيت كده من على الوش، نقطه كده ولا نقطتين، ونغطيها بقى ونسيبوها تخمر يجي ساعه لغايه ما حجم العجينه يتضاعف معانا كده. يبقى هي كده العجينه ما شاء الله تمام، وتبقى ارتاحت كده عشان نقدر ايه؟ نشكلوها بقى ونعمله احلى بوريك. ودلوقتي بعد ساعة ما عدت من التخمير كده وسبتها تخمر، بسم الله ما شاء الله. شوفوا العجينة عاملة ازاي. نديها بقى بوكسين كده، نطلع الهواء ايه اللي موجود فيها اهو. وننزله بقى كده على الرخامة عشان نبدأ بقى ايه؟ نعمل البوريك بتاعنا ونشكلوه اهو. اهو شوفوا العجينة عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله، جميلة وطرية وهشة وناعمة وكل حاجة فيها حلوة. بس انت فعلا كملي معايا الفيديو للاخر، هيعجبكم كويس جدا جدا، واعملي كل حركه فيه هيبقى تمام.
وتقسمي العجينه بتاعتك بقى عشان تبقى سهله عليكي كده في الطريقه، يعني ما تبقاش ضخمه عليكي، لا عشان تعرفي ايه تتعاملي ايه اما تكون قطعه العجينه قليله في ايديكي تعرفي ايه تشكليها بالراحه. اهو ناخد كل بقى كده ربع من اللي احنا قطعناه ده نكوروه ونحطوه على جنب. اهو ناخد بقى ايه اول كرة بقى معانا كده اهوت، ونجيب بقى ايه نفردها بقى كده اهوت، تفرديها بحيث تكون الفرد بارتفاع يعني ايه نص سنتي، شوفوا زي ما انتوا شايفين كده. وبأي قطاعة عندك تبداي تقطعي بقى شكل الدواير كده، ما عندكيش قطاعة انا قطعت بمج زي ما انتوا شايفين كده. نعملوا بقى الحجم بتاع الدواير زي ما انتوا عايزين اهو. وبعد ما قطعناه كده بالشكل دوت نبدأ بقى ايه نشيل بقى العجين اللي حواليه الزياده دوت وما نرميهوش عشان احنا هنستعمله تاني. وكده كل حاجه مش هنعمل لاخر قطعه عجين هنستعملوها اهو. ودلوقتي بقى عندنا الجبنه هنا، اي نوع جبنه هتستعمليه، جبنه حادقه، جبنه بيضه، جبنه صفرا زي ما انت عايزه، بس اهم حاجه تكون الجبنه مصفياها من ميتها وتكون جبنه جافه عشان ما تنزلش في العجين وتاثر وتخلي العجينه معاكي تفتح او ايه، او تبقى يعني ايه ما تبقاش تمام كده اهو. ادي اول واحده عملتها معاك اهوت، شوفوا تقفليها اكنك بتقفلي القطايف، عارفين القطايف اللي بنعملوها في رمضان كل سنه وانتم طيبين، رمضان خلاص جاي على الابواب اهوت اهو. وتقومي بطاطا تبطيطه بسيطه كده ونجيب الصاج بتاعنا ونحطوها. كمان واحده نعملوها اهوت، شوفي اكنك بتعملي قطايف اهو اهو. وتقومي ايه عاملاها بالشكل دوت، اهم حاجه تقفليها كويس جدا عشان الجبنه ما تطلعش منها في التسويه اهو. اظن كده الحاجه سهله والحاجه ماشيه تمام، ما فيهاش اي صعوبه خالص وما فيهاش اي مشكله. وبيتعمل بسهولة وسريع جدا، خلي ايديكي خفيفة كده يعني اهو مظبوط كده. ودلوقتي بقى انا خلصت اهوت بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين محطوط في الصاجة اهوت. وعلى فكرة انا عايزة اقول لكم والله الكمية اللي قدامكم دي نص الكمية بس، لسه فاضل نصها الباقي. وهنجيب بقى هنا عندي هنا نجيب صفار بيضة واحط عليها خميرة، قصدي معلش احط عليها فانيليا مش خميرة. وابدأ بقى اتن الوش كده اهو عشان بقى يدينا اللون التمام اهو بالشكل ده. نتن كل الوش بتاعها كده عشان ايه يدينا اللون بتاعها بقى التمام اللي انتوا عارفينه بتاع البوريك ده. وبعد كده بقى ايه عايزه تحط بقى على الوش حبه البركه، عايزه تحط سمسم، عايزه تحط سمسم وحبه البركه اللي يريحك، بس انا حطيت هنا حبه البركه اهو. وادخله على الفرن، وطبعا الفرن هيكون ولع مسبقا، يعني ايه عايزين درجه الحراره ايه 180 170، ده لو انت عندك درجات حراره في الفرن البوتاجاز بتاعك. ما عندكيش انت تظبطيه ان احنا مش عايزينه ولا عالي ولا واطي، عايزينه في الوسط كده، انت بقى اضرب فرنك وبتسويتك. وهدخله الفرن بعد ما يطلع هوريه لكم ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله ادي البوريك بتاعنا بعد ما طلع من الفرن والتسويه، شوفوا شكله عامل ازاي وشوفوا لونه تحفه تحفه تحفه. انا من السخونيه بتاعته انا بصراحه مش عارفه امسكه، سخن جدا جدا جدا، يعني انا مش عارفه اتحرك بيه خالص من السخونيه، ايديا واقفه خالص. وهو دوت يبقى البوريك بتاعنا بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفينه كده، طعمه خطير جدا هيعجبكم جدا وسهل وسريع وبسيط ومش هياخد منكم اي وقت خالص، وهتفرحي اولادك وهتفرحي بيتك بصراحه تحفه. دلوقتي بقى نشوفوا واحده كده مع بعض اهو، شوفوا عامل ازاي من جوه، شوفوا مفتح بسم الله ما شاء الله، شوفوا هش وطري وجميل تحفه تحفه تحفه. يا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك كبير جدا، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه لو بتشوفوني لاول مره. ودوت البوريك طريقه سهله، شوفوا عامل ازاي بسم الله ما شاء الله. والكميه دي ربع الكميه اللي انا حطاها في الطبق، دي ربع الكميه، ما تنسوش ايه ربع الكميه. واشوفكم الفيديو الجاي على خير وباي باي.